عارف الكميه الفاتي؟ طبعا انا فتاي. عارف الكميه دي عامله قد ايه؟ الله اكبر، معديه الكيلو. المصحف حلو والله العظيم. اهو حلف والله العظيم حلف. ايه رايك؟ قبل اي حاجه اوعي تخرجي من الفيديو الا لما تشوفيه للاخر. اولا حوار الشيف كله في الاخر، ثانيا كل المعلومات جوه الفيديو هتنفعك جدا. حته صدر الفرخه ده انا كنت عامله فراخ مسلوق ومحمر، او تقريبا مسلوق في الفرن، وبقي يديك كل غضبان عليها نشفت ومش عايز ياكل، ارميها؟ طب بذمتكم حد يرمي النعمه؟ عمري ما هرميها. قلت افصصها واشيل منها العظم، اعملها في بيتزا، اعملها في سندوتش كريب. ما هو حرام يا ولاد، ما هي نعمه والدنيا بقت غاليه، وانا بستحرم بصراحه ارمي النعم. فقلت ايه حنونه، يلا نعملها حاجه حلوه حلوه قوي قوي والله العظيم، باذن الله هتعجبكم. اهم حاجه امسكي حته الفراخ، اي فراخ بقى باقيه عندك مركونه في التلاجة، بتحصل يعني بتصادف، مش عشان الدنيا غاليه هناكل الاكل كله، بتصادف يفيد عندنا ورك ولا صدر ولا اي حاجه. هنقشره من الجلد ومن العظم ونفصصه حتت كده. هنجيب معلقه جيلاتينه كبيره ونحط عليها فنجان مي ونقلبها كويس قوي ونسيبها. قلبيها بصي اللي هو ما يبقاش فيه اثر للجيلاتينه اهو. هقلب معاكي كده وهي واركنها واسيبها. نجيب بقى شفشق الخلاط يا ست الكل اهو، انزلي بفنجان زيت كويس كويس قوي، والتتبيله والبهارات بتاعتنا معلقه استني بقى 4 معالق كبار دقيق. خلاص، معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، معلقه ملح. يا رب نكون مركزين مع بعض. دول كيسين مرقة دجاج فورية، دول بيبقى فيهم تتبيلة حلوة قوي، وبيبقى فيهم معزز النكهة وملح جلوتومات وحاجات كتيرة جدا. هفتحهم وافضيهم اهم في شفشق الخلاط معاكي. يبقى ويا رب يا رب هفتكر واكتب لك كل حاجة حالا اول ما الفيديو يتسطب. 4 معالق دقيق، 4 بيض، فنجان زيت، ادي ال4 بيض، فنجان زيت. ومحدش يحط فلفل اسود، محدش يحط فلفل اسود، انا بقول اهو عشان ما يبقعليش اللون. وادي معلقة الجيلاتينة اها، تحريكة بقى. معلقة ملح، معلقة توم بودرة، معلقة بصل بودرة، معلقة الجيلاتينة المدوبة في فنجان مية، فنجان زيت، و4 حتت جبنة نستو، و4 بيض، ودول معلقتين دهون لحمة عادية جدا. ودي كمان عشان اقولك بقى كانت حتة ليا عندي في التلاجة وفرمتها، بس محدش يقول لولادي. كل الخليط ده هينضرب كويس جدا في الخلاط لحد ما ينعم ويبقى خليط ناعم جدا. دي معلقة لون طعام صحي، وده اختياري، عايزة تحطيها حطيها، عايزة يطلع بلونه الفاتح سيبيه، بس انا حبيت يطلع شبه بتاع المصانع كده لونه بينك، فحطيت له نقطتين 2 لون طعام صحي جل. حلو قوي اهو، شايفة ماشي في الخلاط وما بيقولش لا اهو. بصي ببطء بشغل الخلاط عشان ما يتبص. شايفة اهو، ادي الخليط. عجينة معانا اهو، عجينة تقيلة شبه عجينة الكيك. السر هنا في الكيس ده، وممكن تجيبيه بمنتهى البساطة. السوبر ماركت عنده لانشون فراخ بيبيعوا الكيس نضيف. هات يا عم الكيس بعد اذنك وما غسلتوش لان ريحته حلوة قوي قوي. وخدت منه الكيس عادي جدا وبدأت ان انا افضي فيه. الكيس اختلف معايا 180 درجة. تقدري اي سوبر ماركت جنب البيت تقولي له لو سمحت خلي لي كيس اللانشون هاخده منك، او كيس لانشون الفراخ. فضيت فيه وهنربط ربطة كويسة اهو، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنربط باستك بقى، عندك الربطة بتاعت التوست دي اللي هي البلاستيكة الصغننة، اي رباط. انا ما عنديش حاجة خالص، قطعت حتة استك وربطت بيها اهو. مفيش معانا اي مشاكل، احنا ما بنعطلش، احنا ما بنغلبش. بس حقيقي والله العظيم الوصفة هتدعيلي بيها. جبت ورقة فويل وبدأت ان انا الفه. لو ما فيش ورقة فويل ممكن يكون كيس تلاجة برضه عشان مش عايزة اكلفك، وتربطيه كويس جدا. وهنسويه على البخار، ودي نقطة كمان مهمة، يبقوا نقطتين مهمين. كيس اللانشون ده وكيس ونسوي على البخار. مش شرط تكون حلة الكسكسي، ممكن تكون مصفى جوه حلة عادي جدا،
بس انا متوفر عندي حلة الكسكسي، حطيت فيها 4 5 كوبايات مية وعصير ليمون عشان ما تسودش لانها ألمونيوم، وحطيته وسبته قعد ساعة بالدقيقة، ساعة على نار هادية. بعد النار ما تغلي ويبدأ البخار يطلع اهدي النار، انا مش محتاجة غير البخار. ادي الليمون اهو مخلي الحلة نظيفة زي الفل، يا دوبك تغسليها كده ما تسودش ولا تزرق من المية. هنسيبه لما يبرد خالص في التلاجة براحته. بصي حاجة كده يا بجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يلا صلوا على النبي بقى يا جماعة، صلوا على النبي. كتلة وزنها عدى الكيلو، خلاص حاجة كده تحفة. الطعم طبعا التمليحة مظبوطة، أنا حاطة حبهان وحاطة جوزة الطيب وهكتب لك كل ده. حاطة حبهان بودر وحاطة البهارات لحمة، كل ده ان شاء الله هكتبهولك. نبدأ بقى نقطع بقى. بصي مش عايزة استني اما اظبط الكاميرا، مش معقول انا هقطع كده، انا عايزين نظبط ناخد كادر كده. وده اي كلام يا جدعان؟ هو حد يقول حتة فرخة مسلوقة ومرمية في التلاجة تعمل لانشون؟ ايه الكلام ده؟ حاجة كده طعمة ما توصفتش بجد، وهي جواها فراخ وبيض وجبنة، يعني مش حاجة، مش هنضحك على اولادنا بقى. اهو تحفة. بصي طرية جدا، تقدري تعملي منها سندوتشات، تحضري للفطار للعشاء. كان المفروض اجيب فينو وعيش شامي واعمل سندوتشات، بس انا اللي يهمني ان المعلومة وصلت لك والوصفة مظبوطة. وخدي بقى شوية تهريج بتوع الشيف محمود وفكي جو وفرفشي بقى، مش كله كده كآبة وكبت يعني. اهو 2 بيهزروا هي وجوزها، مفيش الا احنا اللي بنهزر اهو. الستات كلها ماسكة في قفا يا جوزها وهاتك يا نكد، وهات مصاريف العيال ومصاريف المدارس، واديني وفرت لك اللانشون اهو، فطار وعشابط اهو. بصي بقى انا بحب اقطعه بالمبشره دي بتاعه الشيبسي، بيطلع طرنشات رقيقه جدا، حلو جدا جدا، ويديني كميه كبيره قوي قوي قوي. بصي شايفه الرقه، شايفه الجمال، انا مش هتكلم، اللانشون هو اللي بيتكلم. يا رب اعمل لانشون اللحمه ويطلع حلو كده هو كمان. عايزاك تفتح بقك، عايزاك تتكلم، والله العظيم ما طريقتك ولا طريقه المصانع ولا اي حاجه. ما تقوليش بقى انت بتفشلي لي شغلي اهو. ها ايه رايك؟ انتوا ما تعرفوش تفشلوا شغل. لا اعرف، ولو عايزه انزل ادي كورسات مكانك يا محمود هنزل. استني بس اما اقطع حته كده. ايه حته كده اخدها ادخلها المعمل واختبرها. الفتي عارف الكميه الفتي؟ طبعا انا فتاي. عارف الكميه دي عامله قد ايه؟ الله اكبر، معديه الكيلو. المصحف حلو والله العظيم اهو. حلف والله العظيم حلف. ايه رايك؟ والله حلو، انا بيعجبني مجهودكم بس برضه مجهودك في اللي بتمتصوه مني يا حبيبي. انا طول ما انا عايشه معاك انا باخد منك خبرات، وانا يعني كنت اعرف اعمله؟ ده لونه كده ولا؟ لا مدياله لون، بس انت اصلا ما تعرفش مكوناته. طب والله العظيم رد عليها انت بحث. ماشي، بقول لكم ايه، والله العظيم نجحت، طلعت خير، طلعت تحفه. جربوه وعلى مسؤوليتي، واللي فيه اي شكوى يرجع لي. اهو الطريقه قدامك من الالف للياء، ويمين الله يا شيخه من الالف للياء قدامك اهي. انا عجبني طعمه جدا، وهيعجب ولادك واقتصادي. شوف انت الكميه دي توفر عليكي قد ايه. المهم يعجب ولادك انت. ولادي انا؟ ولادي انا ولادي انا ولاد 60 كلب. لا ما اقدرش اقولها. ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب، بس حقيقي طعم ولادها بيصوروها واقفين اهو. انا واقفه. يا حبيبتي ما غلطتش، بتقولي ولاد 60 كلب يعني. عشان عيالك بيحبوه مدخن وانا مش عارفه ادخنه. يلا قولي. النهايه عجبكم؟ جربوه والله هيعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.